السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول ان اخوها اتجوز بقاله 5 شهور، وهما بيت عيلة، وعندها 4 اخوات غيره. فبتقول ما عندناش حد بيقفل باب شقته. يعني ما ينفعش اطلع اطلع شقة اخويا اخبط على الباب، لا افتح واخش على طول، ما استأذنش مرات اخويا عشان اخش بيت شقة اخويا. ما عندهاش النظام ده. فدي مراته الجديدة مش عايزة تحط المفتاح وهو بيسمع كلامها. يعني اما اطلع لها واخبط افضل واقفه على الباب شويه لحد ما هي تفتح لي، وبتبقى لابسه لبس مفتوح شويه، وقاعده براحتها وقاعده براحتها، وانا بتكسف واقعد ازعق لها ولا اقوم يخش البسي حاجه، وهو بقى قاعد ساكت. وكذا مره امي تقول له ما ينفعش اختك تخبط على الباب تستأذن بيت اخوها، وبيتنا ده كله بيتنا، انا ما عنديش حد عنده شقق، البيت كله بتاعي، فبنتي ما تقعدش على الباب لحد ما مراتك تقوم تفتح لها، وما ينفعش تفتح لها بلبس مفتوح شويه. فبتقوله هو ما يردش عليها، وانا مش عارفه اعمل معاه ايه. ومرات اخويا برضو مش عايزه تحط المفتاح في الباب، خليته اول ما اتجوز غير الكالون. واللي بيضايقني اكتر ان هو بيبقى قاعد وانا بزعق لها وهو سكت، يبقى معنى كده عاجبه الكلام. وانا اشتكيت لماما كذا مره ومش عارفه اعمل معاها ايه، وهو ماله بيسمع كلامها ليه ومحدش من اخواتي بيعمل كده غير هو ده بس، وانا متغاظه ومش عارفه اعمل ايه. انا شايفاك ان انتي بجحة قوي يعني ايه يعني تحط المفتاح في الباب وافتح وما خبطش وما اعملش؟ ماشي، ايه ما هو زي ما بيت اخوك، ما هو بيتها، نايمه صاحيه عامله انت مالك؟ انا مش شايفه كبيك حق قوي وزعلانه كمان. واخوك عنده حق عشان هو ما بيتكلمش، انا شايفه ان هو عنده حق، ان هي مراته عندها حق، قاعده براحتها قاعده عامله انت مالك. والله انا حره، مش عايزه اوريكي انا لابسه ايه ولا عامله ايه، واخش مثلا تستنيني لما اخش البس، او انا بعمل حاجه في ايديا انت زعلانه ليه؟ ويعني ايه ما افضلش واقفه حتى لو هي نايمه تقوم تصحى؟ ايه الهبل ده؟ يعني ايه ابقى نايمه ولا انا قاعده الاقي حد فوق نافوخي؟ يعني ده ازاي يعني؟ اما البيت ازاي ورحت ازاي؟ لا انا شايفاك انت اللي غلطانه واكله روحك قوي زياده عن اللزوم. ليه يعني؟ انت ما اعرفش يعني، ما تخبطي زي البني ادمين، استاذني وخش. ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله في كده؟ انا مش شايفاها مشكله، انتوا عاملين مشكله من غير مشكله. وكمان زعلانه واكله روحك وعايزه امسخن امك عليها وعلى اخوكي. واخوكي بتقولي اخوكي وحش؟ لا اخوكي وحش فين؟ اخوكي فاهم اللي انتوا بتعملوه ده هبل، فعشان كده هو ساكت ومش بيكلم مراته عشان هو عارف ان هي عندها حق. دي مملكتها حياتها، وتنزل تعمل ايه؟ دي بقالها 5 اشهر، وتعمل ليه ما انتي موجوده؟ يعني انتوا حرين في اتفاقاتكم، بس هي عندها حق، هي شقتها حرة، عايزه تنام، عايزه تعمل حاجه ايه ده؟ ايه الفضول ده؟ انتي لما تتجوزي هتعرفي ان هي عندها حق، وامك مش تقبل عليك انتي الكلام ده اللي هي بتعمله في مراتات وعيالها. يعني ايه ابقى انا نايمه ومفيش امان؟ ازاي يعني؟ الاقي اي حد قاعد في الشقه كده وانا قاعده ده دخل عليا؟ ده انهي قانون ده؟ لا طبعا غلط بقى، يعني كفايه بقى التحكمات بتاع بيوت العيله ده. ان انت ما اشتريتيش البنت بالشقه، انت غصب عن ابنك يجيب لها شقه. اللي عايز يتجوز غصب عنه يجيب شقه، فانت ابنك اللي هو يعني غصب عنه يجيب شقه، فتبقى بتاعتي زي ما هي بتاعته. مش انتوا اشتريتوها بالشقه؟ هو انتوا مش مجبيين عليها؟ انت غصب عن ابنك لازم يجيب لها شقه. فانتوا معرفش ليه التحكمات المفتاح بره دي. مفيش حاجه اسمها مفتاح بره، انا ما شفتش حد كده ابدا، وما عندناش الكلام ده، وما شفتش النظام ده عند حد. فانت بتعملي مشاكل لاخوكي ليه؟ كده انت بتخربي بيت اخوكي. هو مش هيعجبها، هم بيتخانقوا، يحصل مشاكل. طب ليه؟ ما هو مادام هم متفقين ومريحين بعض، انت مالك؟ ما تخرجي انت منها انت وامك. فانتوا انا رايكم في التعليقات ايه، وسلام عليكم. فيديو جديد. سلام عليكم يا جماعه، ولايكات بقى بالله عليكم. سلام عليكم.